اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين وارحم أمي واغفر لها واسكنها فسيح جنات يا رب العالمين. صباح الخير على أهل الخير، يا رب تكونوا بخير. وحشتوني من الفيديو اللي فات، والنهاردة فيديو جديد بقى هنظبط شوية حاجات وأقول لكم الدنيا هتمشي ازاي. خلاص مفيش وقت، مدارس على الأبواب. طبعا احنا اتفاجئنا السنة دي إن المدارس جاية بدري شهر. محدش كان حاطط في دماغه أصلا الموضوع ده خالص خالص. يعني السنة اللي فاتت كانت المدارس 22/10 20/10، مش فاكرة بالظبط. فاجئنا بقى السنة دي إن المدارس 20/9. دي مفاجأة، كانت صدمة للكل يعني. المهم، طبعا ورانا بقى حاجات كتير لازم تتعمل. ورانا هتجيبي بقى ورقة وقلم كده وتكتبي الحاجات اللي انت عاوزة تعمليها في ال20 يوم دول. طبعا انا بسجل الفيديو ده النهاردة كان 3/9. تمام، خلاص يعني فاضل 17 يوم بالظبط. ورانا كام بند عاوز يخلص. ورانا بند تنظيف البيت، طبعا تنظيفة المدارس. احنا عندنا كل مناسبة ليها تنظيفة، تنظيفة عيد، تنظيفة مدارس، دخلة الصيف، دخلة الشتاء، عيد صغير، عيد كبير، رمضان، الأجازة الكبيرة، الأجازة الصغيرة، لازم كل ده ليه تنظيفة. احنا اللي غاويين تعب وشقة، خلينا بس متفقين على الكلام ده. في ناس مكبرة دماغها خالص ولا يفرق معاها الكلام ده، وتقولك اما الحاجة بتتوسخ احنا بننضفها وعادي، لو منضفناهاش النهاردة تنضف بكرة. لو ناس شاربة شاي بالنعناع كده، شاي بالياسمين. المهم، طبعا احنا ملناش دعوة بالكلام ده، احنا ما بنصدق نلاقي مناسبة عشان ننضف الشقة. تمام، هنكتب بقى كل الحاجات اللي ورانا. يعني انا واحده بحب اكتب كده عشان الحاجه اللي بخلصها بعمل عليها علامه صح، ويبقى خلاص البند ده خلص. طبعا ورانا تنظيفة الشقة، تنظيفة عميقة عشان ما نفكرش فيها في وقت الدراسة، عشان احنا ايام الدراسة ما بنبقاش فاضيين اصلا غير للتنظيف العادي بقى. نظبط الملايات، نكنس كده الحاجات اللي من على الوش. لكن الحاجات العميقة دي لا، لازم تتعمل قبل ما الدراسة تبتدي، لان احنا مش فاضيين. وانا بالنسبة لي يعني لازم الحاجات دي تتعمل، لان انا عندي ثانوية عامة. ادعوا لي والنبي، احسن انا خايفة أوي، خايفة خايفة يعني. ربنا يعدي السنة دي يا رب على خير، ويفرح قلب كل الأمهات، ويطمنهم على ولادهم، ويفرح الولاد بالنتائج اللي هم نفسهم فيها. ويا رب تبقى سنة خفيفة لطيفة ظريفة كده. المهم، طبعا بند تنظيف الشقة. تمام، اللي عاوز يغسل سجاد هيغسل، اللي عاوز ينزل ستاير ويغسلها ينزلها ويغسلها عادي كأنها تنظيف العيد. تمام. طبعا عندنا بند تاني ان احنا عاوزين ننزل نشوف حاجتنا بقى، نشتري حاجتنا بتاعة المدارس، اليونيفورم، الشنطة، الشوزات، السبلايز، الادوات بقى، الكراسات والكتب وكل الكلام ده. طبعا في تظبيط الدروس. في ايه تاني، في ان احنا هنشتري الحاجة بتاعة البيت والفطار واللانش بوكس والكلام ده كله. ففي بنود كتير لازم تخلص. اولها انا ما بعرفش اتحرك ولا اعمل حاجة غير اما اخلص الشقة. يعني ده اوبشن كده ما ينفعش اتعداه. خلصت الشقة يبقى انا خلصت اكبر بند عليا، ويبقى ايه خلاص كده. الحاجات التانية عادي، مشوار 2 3 والموضوع بيخلص. طبعا انا في الفترة اللي فاتت دي كنت بنظف معاكم حاجة في حاجة. يعني انا عملت معاكم ريسبشن وغيرت النظام فيه ونظفت النيش والحيطان زعفتها، والستاير كانت مغسولة بتاعت الريسبشن، البرائع كانت مغسولة، الدنيا متظبطة، السجاد نظيف، كل حاجة نظيفة يا دوب. بس يعني قبل المدارس كده بيومين ولا حاجة هاخد تلميعة كده للسيراميك، مش هشيل سجاد حتى، هاخد تلميعة للسيراميك وتلميعة للعفش. ده بالنسبة للريسبشن. تمام. المطبخ هو هيبقى ليه تنظيفة عميقة. يعني انا عمالة اخده حاجة في حاجة. يعني انا نظفت التلاجة معاكم، الضرف من جوه باخد كل يوم ضرفة كده، يعتبر خلاص خلصته. الأجهزة
عملتها معاكم في الفيديو ده، غسلت الميكرويف، غسلت البوتاجاز، غسلت ال الكاتل، كل الأجهزة اللي ظبطت الديب فريزر ونضفته وخليته زي الفل. وكده الأجهزة بتاعتي خلصت، فاضل بس الديسبنسر عاوزة اعمله، هو ده بس اللي فاضل لي وخلاص. واعمل دورة خل للغسالة تنظيف بقى من جوه كده، والفلتر بتاعها واظبطها، ويبقى كده خلاص الحمد لله الأجهزة كلها كده نظيفة. نيجي بقى المطبخ، هيبقى فاضل فيه ان انا عاوزة اغسل الظرف من بره قبل ما المعها بالجاز و... والسيراميك كده الحتت اللي باينة هلمعها وخلاص على كده. في شوية تجديدات هعملها في المطبخ ان شاء الله قبل المدارس هكون معاكم يعني. ده بالنسبة للمطبخ. التويلت عادي هيتصبن في الاخر برضو مش هياخد حاجة. الاوض طبعا تحت السراير نظيف، الدواليب مترتبة ومتظبطة، مش هعمل الدواليب غير اما اجي بقى اطلع الشتوي وادخل الصيفي. ايه تاني، الادراج والتربوهات رتبتها وظبطتها، ووزعت الكتب اللي كان محتاجها خدها، والحاجات اللي خلصانه وكده رميتها طبعا اتخلصت منها. الادراج كلها ظبطتها، كل حاجه يعتبر، بس يا دوب بس هغير بس الملايات ولمع حتت السيراميك اللي باينه. ده بالنسبه لاوض النوم. الليفينج هاخد تلميعة كده، الانتريه نضيف يعني مش محتاج حاجة، هاخد تلميعة كده، هشيل السجادة بتاعة الليفينج لان دي اكتر مكان مستهلك في الشقة، همسحه يعني هظبط السجادة هشفطها بالمكنسة كده وهمسح الليفينج وخلاص، ولمع بس الحيطان كده وخلاص. طبعا الشبابيك انا مش هقرب لها خالص ان الشبابيك نظيفة ما فيهاش حاجة، واحنا على دخلة شتاء واللي هينضف الشبابيك هترجع تتبهدل تاني. انا يا دوب بس بظبط المجرى بتاع الالوميتال، بشفط بالمكنسة وبعد كده بعمله بالمناديل الوايبس وخلاص على كده. يبقى انا كده ستاير نظيفة، سجاد نظيف. لو في سجادة مش متظبطة ظبطيها، لكن انا الحمد لله السجادة عندي نظيف والدنيا تعتبر نوعا ما نظيفة. هو بس اللي فاضل لي المطبخ افنشه، والتويلت ياخد تظبينة كويسة كده، وهلف لفة في الشقة ان انا هلمع وامسح وخلاص على كده، مش هعمل حاجة تاني. كل حاجة ما شاء الله الحمد لله يعني نظيفة لان انا ايدي فيها ومش محتاجة تتعمل. هي بس التجديدات بتاعة المطبخ دي هي اللي هتاخد معايا وقت، عشان انا في حاجات يعني مشتريات اللي انا جبتها عاوزة اظبطها كده. بس كنت منتظرة اما انزل اجيب الخزين عشان احط الحاجة في العلب الجديدة اللي انا جايباها. عاوزة اغير اللون بتاع الرخامة مضايقني جدا، عاوزة جبت ستيكر هغير الرخامة. عاوزة اغسل الشباك لان حاسه ان هو يعني ابتدى يغيم كده، عاوزه اغسله غسله محترمه. والظرف من بره عاوزه اغسلها بالميه والصابون والكلوريكس والكده عشان يرجع يزهزه كده. يعني مش هستكفي بمزيل الدهون ده والجاز، لا هصبنه الاول وبعد كده المعه بالجاز. ده بالنسبه للمطبخ. في بقى شويه تفريزات برضو كده عاوزه اعملها قبل ما الدنيا يعني قبل ما الحاجة اللي عاوزة افرزها تخلص. يعني عاوزة افرز المانجا، عاوزة اظبط شو حبة كده عشان كل سنة وانتم طيبين. رمضان 17/2، ربنا يا رب يعود عليكم الأيام بخير وعلينا جميعا. عاوزة أعمل شوية تفريزات كده، عاوزة إن شاء الله معاكم يعني. عاوزة أجيب قفص طماطم وأفرزه، عاوزة أعمل هريسة شطة، عاوزة أعمل شوية مخللات. الفيديوهات الجديدة هيبقى فيها شغل كتير إن شاء الله، دعواتكم معايا. وهنا كان فقرة المواعين خلصت، ودخلت بقى هنا الأجهزة بنضفها. عملت الفرن كله تنظيف عميق كده، غسلته من أوله لآخره والعيون، ناقص لي بس الحتة اللي فوق ده هعمله وأنا بصبن المطبخ، الألوميتال والحيطان وكده. الميكرويف برضو كان متبهدل، غسلته وظبطته.
الحاجة أنا كنت يعني هي مش متسخة قوي، بس لأ كنت حابة إن أنا أعمل ريفرش كده للمطبخ كله، أحس بنظافته كله. يعني مش عاوزة أقول لكم التلاجة أما أنا نضفتها وظبطتها وحطيت الحاجة على نظافة والخضار بقى محطوط كده، حسيت يعني بانتصار. هنا الميكرويف برضو كان ملطش كده، مطرح ما الولاد بيسخنوا كده وجوزي بيسخن رز على طبيخ، فالحاجات دي بتطرطش. كنت جايبة الغطا بتاع الميكرويف، مش عاوزة اقول لكم اختفى، مش لاقياه وبدور عليه مش عارفة هو فين. ادعولي ان انا الاقيه. ولو وصلت لحد هنا متنسيش تحطي اللايك والاشتراك، ولو مش مشتركة انزلي اشتركي وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد، واما انزل فيديو جديد يجيلك اشعار. وبتبسط جدا ما بلاقي كومنت حلو منكم، بيخليني ان انا يعني يبقى عندي طاقة كده ان انا اكمل واصور فيديوهات. مش عاوزة اقول لكم الفيديوهات دي بتاخد وقت قد ايه، ومونتاج وفويس اوفر وحاجات كتير. اما بلاقي مفيش تفاعل بكسل بصراحة، ويعني بستكفي اللي هو الشورت فيديو. بس برضو انا عاوزة اشارك معاكم وعاوزة اتشجع بيكم زي ما انتوا بتتشجعوا بيا، انا كمان بتشجع بيكم. هنا كان اخر حاجة الكاتل، قلت برضو اغسله وحطيت مية وخل وسبت المية تغلي، وبعد كده بقى زي الفل، بيخلي الاستانلس فلة. وغسلته بقى من بره كده، والرغاوي تغسل القلب كده وتفرح الروح يعني. بس لحد هنا الفيديو بتاعنا خلص. بحبكم في الله، واستنوني في فيديو جديد، وباي باي.